ريتاج وهي في سوبر مارشي، واحد السيد اللي مخبي وباغي يلصق لها واحد الجي بي اس، ولكن المحاولات ديالو كانت ديما فاشله. ريتاج عنده واحد الوليد صغير اللي سميتو ايمن، بانوا لي واحد الملونات وبغى ياخذهم حتى غيخرج عاوتاني هذاك الراجل وبغى يعطيه ديك الجي بي اس. يلا كان غادي ياخذها والام ديالو غادي تجرو، غتحيد ليه الملونات وغتقول لي هاد الملونات هما اللي ما غتاخذهمش. بعد غادا تخرج وغتلقى الزوج ديالها عبد الكريم كيتسنى فيها. داك الراجل الكبير غياخذ هذيك الجي بي اس وغيلصق عليهم في الطوموبيل، وماشي هي حتى هو غادي يلصق في الطوموبيل، وغادي يقدر يعرف الدار بلا هاد الجي بي اس بلا والو. غادي يمشي يجري وغادي يتخبى. خلاهم حتى دخلوا وغيبقى غير الدري الصغير غيتفرز معاه وغيقول ليه اجي وغيعطيه الملونات بشرط انه ما خاص يقول والو لوالديه. والدري كان فرحان بزاف. غدلي غادي يخرج قدام باب الدار وغيبدا يرسم، ولكن ما قدرش يرسم واحد الشجره. غادي يجي عنده عاوتاني داك الراجل الكبير وغادي يرسم ليه الشجره وغادي يكون فرحان الدري. الاب ديالو غادي يطول من الشرجم وغيبان ليه كيرسم. غيجيب واحد السطال ديال الماء وغادي يكبو على هذيك الارضيه. عبد الكريم ما بغاش ولدو يكون رسام. والغد ليه غادي يمشي الدري للمدرسه، وملي غادي يخرج والديه تعطلوا عليه شويه وغادي يبان ليه هذاك السيد اللي رسم معاه هاز واحد الطابلو وكيرسم فيه وغادي يقصدو. غادي يهز الشيته وغادي يرسم معاه حتى هو. من بعد دقائق قليله الوالدين غادي يجيو وما غيلقاوش ولدهم. الاب غادي يكون معصب لدرجه انه بغى يهرس الباب، ولكن الام غادي تلاحظ الشكاره ديال ولدها وغتقول لي شوف الشكاره ديال ولدنا راه هي كاينه تما. وغادي نمشيو قصدو الراجل. هنايا حتى غيبان لهم ولدهم غادي ياخذوه وغيبداو يوبخوا في هذا الراجل المسكين. غيشنق عليه وغادي يقول لي قول لي شكون انت؟ قال لي واش ما عقلتيش عليا؟ القصه وما فيها ان هذا الراجل هو الاب ديال عبد الكريم باش كان صغير وخرج على راسو. كان المصروف اللي كيجيبو كيمشي يشري به الوان وشيتات وما كانش كيجيب لهم ما ياكلوا. درجه هذيك الليله المراه غتهز الساكه وغتمشي تدمر على راسها، ولكن مع الخرجه غضربها واحد الطوموبيل. وهنا غتسالي المسيره ديالها في هاد الدنيا، وهذا الشيء غادي يخلي ليه واحد الندم كبير لدرجه ان الابن ديالو ما بقاش حامله وما بقاش باغي يشوفه، لدرجه انه فضل انه يمشي يعيش في الخيريه. ولكن الاب في هذا الوقت هذا ما حبش، بالعكس كمل في طريقه وشرا طوموبيل واعره. وبفضل الصور ديال الام ديالو هذا الشيء باش دار لاباس سبب باش رجع هو بغى يشوف الحفيد ديالو، حيت عرف باللي حتى هو مولوع ومبلي بشي حاجه سميتها الرسم. هذه راها موهبه ديال العائله. والملخص والنصيحه من القصه هذه هو لشي ولدك عنده واحد الموهبه حاول انك تعاونه، واخا انت كتشوفو بغيتي يولي شي حاجه اخرى. كاع كنخافوا على ولادنا وبغينا لهم مستقبل زوين، ولكن الموهبه راه حتى هي كتجيب الفلوس، حتى هي فيها مستقبل. ماشي حين انت تحرمتي ووالديك عزولك اشنو خاصك دير حتى انت خاصك دير باغي. هذا غلط وغلط كبير. كنتمنى انكم تحترموا قرارات ديال وليداتكم الا كانت صائبه، ولا بان لك شي حاجه ماشي هذيك حاول انك تحاور معاه ماشي تغوت عليه. حيت غتغوت عليه غادي يخاف منك، ولكن غير في مرحله الطفوله اما من غيكبر غادي يحقد عليك. وتفكر حتى انت الصغر ديالك ملي كان كيغوت عليك شي واحد وشنا هي رده الفعل اللي كنتي كديرها. واش الانسان خلات السيد مصدوم ما فاهم والو وبدات كطلب منه المساعده. عافاك خبيني واحد السيد غيتعدى عليا. غيوقف قدامه وغيقول لها هاد النهار هذا مهم بالنسبه ليا وانا كنرفض انني ندخل في شي مشاكل. ويا غيسمعوا الصوت ديال السيد اللي جاي كيقلب عليها وكيقول لها فينك الحبيبه ديالي خاصك ترجعي لدارك. ولكن بالخلعه ديالها غتدخل الدار وغتخبى فيها وبلا شوار مود الدار شويه حتى غادي يوقف عليه السيد وغيقول ليه واش ما بانش لك واحد المراه؟ غيقول ليه كنت بعدا. غيقول ليه الزوج ديالها. غيسلم عليه وغيقول ليه سير راه هي كاينه في الدوش اديها عليا من هنا ما باغي مشاكل. غيدخل الدوش وغيبدا يقلب عليها وهنايا ما غيلقاهاش، ولكن في الاخر غيعرف بانها مخبيه في البينوار. غادي يحل ولكن للاسف غادي يلقاها هربات من الشرجم. غادي يكون معصب بزاف وغادي يقول ليه شوف هبط دابا راه ما غتكونش بعيده بزاف، دابا غادي يريح ويستمتع بالوقت ديالو. ولكن شويه غادي يسمع التقرقيب. غادي يمشي وغادي يلقاها يعني عليها مسكينه مرهقه غادي تنعس. غادي يهزها وغادي يحطها في الناموسيه، ولكن ملي غتفيق غيقول لها اشنو شفرتي لهاد السيد؟ اشنو شفرتي لراجلك باش شابعك؟ غتقول ليه راني ما شفرت ليه والو، راه هو سيء المعامله معايا. وغتجبد ليه الساروت وغتقول ليه هذه هي الحاجه الوحيده اللي شفرت ليه الساروت باش نقدر نهرب. وهي حتى غيبان ليه واحد لاطراس اللي في يديها وزرق، يعني السيده كانت كتعرض مسكينه للعنف. ولكن هي غادا تلح عليه وغتقول ليه ضروري
خاصك تساعدني، بغيت نخرج من هذا اللوطيل هذا بلا ما يشوفني. غادي يشوف حتى هي وغادي يقول لها واخا ما كاين مشكل، غادي ينوض وغادي يجيب لها شي حويجات. من هنا بدات كتبدل، غادي يشوف من المرايه باللي ظهرها كله مسكين مطبوع، يعني هذا السيد هذا فريمون كيتعدى عليها وخاصو ضروري انه يساعدها. شويه حتى غيسمع الدقان، الراجل ديالها رجع عاوتاني، غادي يحل ليه الباب وغيقول ليه فين هي الزوجه ديالي. غيقول ليه راه ما رجعاتش هنايا، ملي دخلات قبيله وهربات ما رجعات، والدليل شي تشوف الكاميرات وغتعرف بانها ما جاتش مره اخرى هنا. المهم قدر انه يصدروا، ومن بعد غاديين يمشيو كيجريو حتى للسانسور، ولكن السيد كان حاس باللي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. يشوفهم وغادي يجي قاصدهم، هما كيوركوا على كاع البطونات. المهم غيتحرك السانسور، ولكن غيوصل في اللحظه المناسبه. غادي يخشي ايدو باش يشدها، ولكن غادي يقدروا انهم يدفعوه، ولكن هو مع الصحه ديالو غادي يزعزع في السانسور، وهذا الشيء اللي غادي يسبب واحد العطل اللي غادي يخلي السانسور مبلوكي. كانت خايفه بزاف وقالت ليه علاش اشنو غادي نديرو دابا. رجلها من برا كيتصنت وكيقول لها دابا ما عندك فيه غتمشي، غادي يجيو المساعده وغادي يخرجوك ليا. الراجل كان وعدها من قبل بانه غادي يساعدها، غادي ينوض وغادي يزعزع في السنسور. قالت لي شنو كدير؟ قال لها باش نهربوا، وفريمون غادي يقدر انه يشعلوا ويهبطوا حتى لتحت، وهنايا غادي يخرجوا يجريو. غادي يعطيها السوارد ديال الطوموبيل ديالو وغيقول لها يلا هربي انا غادي نتكلف به. غادي يمشي، وهنايا ملي غتوصل الطوموبيل غتلقى الرويد كلهم مفشوشين. رجلها كان عايق بهذا الشيء، وداك الشيء علاش كان سبقهم وفش ليهم الرويد. حتى غادي يخرج ليها وغيقول لها ويتك بغيتي تهربي مني، ما عندك في غادي تمشي. مخلوعه حتى غادي يوقف قدامه الشاب وغادي يدور فيه حتى هو، وغادي يقول ليه انت غنصفرك انت الاول باش تعرف تكذب عليا وتخبي الزوجه ديالي. يلا كان باغي يهجم عليه حتى غادي يشدوه البوليس. هادشي كان مخطط ليه من الاول، هو كان عيط للبوليس ملي كان باقي في الشومبره ديالو. هو كان خاص شويه الوقت وخاص الدليل، والدليل هو هذا اللي قدامهم. السيد مهجم عليهم وباغي يقتلهم، زع عليهم طورنوفيس. الطورنوفيس تا هو راه كيتسمى سلاح. القصه ما غتساليش غير بهذا السيد غادي يمشي للحبس، وانما ولات معجبه بالسيد اللي اعتقها، وحتى هو ولا معجب بها بزاف. وقال ليها هذه 5 سنين باش الزوجه ديالي ماتت، واليوم كنت باغي نبدل حياتي وربي جابك ليا، ربما تكوني خير عليا ونكملوا حياتنا بزوج.